السلام عليكم. كيف حالكم يا جماعة؟ اليوم بدي أفرجيكم كيف الجو عنا في هالأجواء الصعبة هذه القاسية، وكيف إحنا أهل المخيم وأهل غزة بشكل عام عايشين فيه. كيف الغيوم يا جماعة، كيف متلبدة في السماء الكل. طبعا شتيت أمرق، أيام أمرق. الدنيا من الصبح عنا أمطار وبرد شديد 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 جدا. والله العظيم يا جماعة إنه تعبنا. مين عايش زينا؟ مين؟ بس احكولي، شايفين كيف الجو؟ لسه يعني المطر خف شوية، عشان هيك قدرت اطلع اصور. لو كان المطر كتير 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 صعب الوضع. فقولوا يا رب ربنا يرحمنا برحمته. والله يا جماعة انه تعبنا وضعنا كتير مأساوي وصعب. شايفين كيف الارض كلها مية وطينة، وهيك اولادنا على هيك عايشين. غير البرد الشديد قسما بالله الولاد اتجمدوا، وايديهم ورجليهم زرق زرق. هي بتشتي عمالها، بس شتا خفيف. يا رب انها يا رب يكون خير علينا، يا رب يا رب ابعد الشر عنا يا رب، عن جميع الناس. والله هاي حال الناس، لو تشوفوا حال الناس برا في المخيم بتبكي، هذا حال كل اهل غزة. مين يا جماعة؟ مفترض اكيد انا متأكدة اللي بسمعني هالقد قاعد تحت الدفايات والصوبات، لكن احنا الحمد لله حتى نار نولعها ما في. شايفين الشوارع؟ شايفين الشوارع كيف؟ شايفين كيف؟ في ناس تعذبت، غرقت العالم. الوضع كتير كتير هنا صعب. ربنا يفرجها علينا يا رب. ادعوا لنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل. شايفين كيف هي حال الخيم عبارة عن شوادر موزعة، شوادر موزعة دابت إلنا سنة وشهور على هالحال. بطانيات، طبعا هذا مفترض تكون تغطي ولادنا فيها، لكن حاطينها ننصر حالنا فيها. شايفين كيف؟ شايفين يا جماعة؟ طبعا أنا خيمتي من جوا كلها، شايفين كلها خطوط، لما بتشتي بأغرق. الحمد لله حاطين مثل قلم هانا هيك، حطينا لها تعد المية حتى تصير المية شوية تسحل. شايفين كيف هيك عايشين أهل غزة؟ مين في الدنيا كلها عايش زي عيشتنا؟ مين يا جماعة؟ مين يامن بنزل المية؟ كيف الوضع يا يامن؟ والله كتير كتير سقعة، وكمان لا تنسوا بعد المطر في كمان سقعة جاية. سقعتوا كتير يما؟ كتير كيف الناس كتير. برا؟ ده جمد برا. ربنا يفرج. رغم السقعة والمطر إلا إنه الأولاد راحوا لانا وأمير يعبوا مية حلوة. إيش بدنا نسوي؟ ضروري يعني، افترض يكونوا لابدين، لكن ضروري. فراحوا يعبوا مية حلوة في هالسقعة والمطر. استناهم أنا يجوا. هي لانا إجت. إيش يا لانا؟ يا وردي علي يا ماما. إيش؟ تعالي. كيف الوضع برا؟ تلج الدنيا والله، شو ايدينا زرق زرق، ما احنا قادرين نمشي. عبيت وين أمير إجا؟ هاي جات. طيب يا ماما، في القربة باب الدجاج. بعينك الله يا ماما. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل، في كل حدا بيتفرج على حال غزة وإحنا في هالحال وما بيتحرك. حسبي الله ونعم الوكيل في كل صاحب. شايفين الوضع؟ شايفين كيف هيك حياتنا؟ كل صاحب قرار، حسبي الله ونعم الوكيل في كل صاحب قرار انه تغير حالنا، وما بيعمل اي حاجة لاجل غزة واطفال غزة اللي بيموتوا برد وجوع. رغم هيك والله يا جماعة جوع، الدنيا جوع جوع يعني. لحتى اللحظة الطحين مقطوع من الجنوب، والناس برد وجوع قارس. حسبي الله ونعم الوكيل. أمير، هي أمير إجا.
كيف يا أمير الجو برا؟ تعب من بعيد سقعة وتجمدنا، والمية كمان مشكلة من بعيد ومنقدرش نحملها في الوقت السقعة. أشوف إيديك، تعال تعال. بدينا نتجمدن. شايفين إيديه يا جماعة كيف؟ شايفين إيدين أمير كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. هيا ولادنا، شايفين حالكم كيف؟ حتى لا لبس زي الخلق، ولا أكل زي الخلق، ولا عيشة زي الخلق. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل. راح نظلنا نقولها لا لحظة بلحظة. وهذا حال كل أهل غزة، مش حالي أنا ولا حال أولادي، هذا حال كل أهل غزة. هي الجو معبق، مليان مليان غيوم. يا رب رحمتك، الحمد لله رب العالمين. فيا جماعة بالله عليكم، أي حدا قادر يعمل إشي إنه يعمل، لو بالدعاء أي حدا مسؤول صاحب قرار إنهم يتذكروا أهل غزة. ما تنسونا يا جماعة، اطلعوا وقولوا وين ما كان، ضلكم تذكروا أهل غزة، ما تنسوهم. أهل غزة كتير أوضاعهم صعبة. وهيك يا جماعة بدت الزوابع تهب في المخيم. ربنا يستر يا رب، وما حدا ينظر، لأنه الخشب أصلا دايب والشوادر دايبة، فممكن في أي لحظة أي خيمة تقع، وكثير خيام وقعت أصلا. شايفين كيف قوة الريح؟ الشادر قاعد بيطلع وبنزل. اضطرينا ننزل القلن اللي حاطينه فوق الخشب عشان ما يقعش عروس الأولاد. الزوابع كلها بتشتد. ربنا يسلم يا رب، ربنا يفرجها، تكون هالزوابع يا رب يعطينا خيرها ويبعد عنا شرها يا رب. اللهم آمين. يبعد شرها عنا وعن جميع أهل غزة. بدنا همتكم يا جماعة في الدعاء، وتكثف الدعاء، لأنه لسه مشوارنا طويل مع فصل الشتاء. لسه المشوار طويل مع فصل الشتاء. شايفين كيف الزوابع؟ حمود قاعد بعيط، بده غير يشلح الجرابين. طبعا الدنيا برد والله يا جماعة، غير نقص الأواعي، نقص الملابس والأغطية حتى لو بدنا نولع نار ما في مجال إنه ندفي الأولاد، لأنه أصلا ما في حطب أبدا. شايفين كيف الزوابع؟ شايفين كيف كل شي قاعد بخبط في بعضه. هاي أنا صورت لكم حتى المخيم من برا، جميع الناس كلها نضبط جوا الخيم حتى ما ينضروا. ربنا يسلمهم الجميع. شايفين اللعبة اللي هناك يا جماعة؟ هذا كان أصلا المكان مدينة ألعاب. هيك إجا الليل وبدينا نغرق رسمي. شايفين كيف مطر، بدت الأمطار بغزارة. رب يا رب يا رب أعطينا خيرها وابعد عنا شرها يا رب. اللهم أمطارا نافعة يا رب. شايفين كيف على فراش الأولاد، على ما عندناش وسائل إنه نحمي حالنا أصلا. هيك إحنا قاعدين بننزل المية اللي فوق الشادر حتى ما يبرك الشادر وإنه ينزل علينا أو يقع علينا. لكن والله يا جماعة ربنا رحيم، كل مرة بيصير معنا موقف أصعب من الأول لكن بنطلع منه الحمد لله رب العالمين. ربنا رحيم فينا وبعباده وبأهل غزة. دنيا شديدة البرد، تجمدوا الأولاد جمد، ربنا يفرجها. هذا حال أهل المخيم، تقريبا كل المخيم صاحي. ما تنسوا غزة من دعائكم يا جماعة، واشتركوا في القناة وشاهدوا الفيديو.